السلام عليكم. النهاردة هنعمل ألذ بكاكيم أو كيماج زي ما انتوا بتسموها، بأجمل وأسهل طريقة ما شاء الله. هنعرف تكاتها وتفاصيلها إن كانت من العجين أو من التسوية، وإن شاء الله حتى لو انت مبتدئة هتعمليها بكل سهولة والنتيجة هتكون معاكي روعة. واللي ما يعرفش البكاكيم أو الكيماج هو بيبقى كده عجينة القرص، بس مدية كده على عيش شوية، يعني حاجة كده فخمة وريحتها وطعمها حلو جدا، حاجة كده فوق الوصف. طبعًا لا غنى عنها في سحور رمضان، رمضان على الأبواب كل سنة وأنتم طيبين، يالّا نحضّرها مع بعض بأسهل وأبسط طريقة. هنسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ نجيب بولة كده وننزل بمعلقة كبيرة كده من ال الخميرة، وأنزل عليها كمان بمعلقتين من السكر ونُص كوباية من المَيّة. إحنا طبعًا يا بنات في جو شتا، فلازمًا يبقى الحاجة بتاعتنا تكون فاترة، مَيّة فاترة تمام، يا دوبك لا سخنة أوي ولا باردة أوي. نص كوباية كده من المية وهنبدأ نحطها كده على الخميرة والسكر وندوبهم كويس قوي عشان نتأكد ان الخميرة بتاعتي نشطة. واول ما تدوب السكر مع الخميرة نحطها على جنب لحد ما تتفاعل كده، ونبدأ بقى نجيب الدقيق بتاعنا. انا هنا هنعجن كيلو من الدقيق، هنحطها على جنب كده وتعالي نجيب الدقيق طبعا انا نخلاه كويس قوي وحط عليه اهي ربع معلقه من الملح. كيلو دقيق حطيت عليه ربع معلقه من الملح وحطيت نص معلقه من البيكنج باودر. هنبدا نعجن بقى بحليب، انا هنا نمزج ما بين الحليب، لبن الحليب والميه. حطيت كوبايتين من اللبن وهنبدأ نبص على الخميرة بتاعتنا ما شاء الله اللهم بارك تفاعلت ازاي. هنبدأ ننزل عليها برضو، ننزلنا على الدقيق بكوبايتين من اللبن الحليب والخميرة اللي كنا احنا سايبينها على جنب، يا دوبك قعدت بالظبط نص ساعة. وهنبدأ نلم العجينة ونعجنها كويس قوي. انا زي ما قلت لكم هنعجن بالمية واللبن، حابة تعجني بلبن بس بمية بس مفيش مشكلة، ولكن انا حطيت كوبايتين من اللبن، ممكن لبن حليب ممكن لبن رايب. لو انت هتعجني بميه حطي حوالي 3 4 معالق من اللبن البودر عشان بس تدعمي العجينه وتطلع حلوه. انا معايا هنا كوبايه على جنب من الميه هنبدا نلم بيها العجينه، وهقول لكم في اخر العجينه هي خدت قد ايه بالظبط من السوائل. هنلم العجينه، واهم حاجه في العجينه انك انت تعجنيها كويس جدا، القوام بتاعها كده يكون لا زي ما انتوا هتشوفوه كده، لا ناشف قوي ولا سايب قوي زياده، لازم العجينه تبقى معاكي طريه شويه وفيها نسبه تلزيقه سنه. احنا في جو شتاء طبعا، انا حاطه اللبن بيكون دافي وحطيت كمان الميه بتكون دافيه. نزلنا بنص كوبايه من السمنه، حابه تبقى سمنه على زبده سمنه على زيت، ولكن انا عملتها بالسمنه عشان السمنه هتطري معاكي القرص. نزلت نص كوبايه حوالي 100 جرام، يبقى كيلو الدقيق خدت بالظبط نص كوبايه من السمنه. نبدا نعجن كويس قوي كده. بالنسبة للسوائل يا بنات يبقى أخد مننا سوائل قد ايه، شوفي العجينة اتغيرت لونها ازاي أول ما لمت العجينة كده. وأهم حاجة تنشطي مادة الجلوتين في العجينة، إنك أنا أحط بقى حبة مية كده في البولة جنبي وأدهن إيدي كل شوية من المية وأبدأ أعجن كويس قوي كده، بتنشطي مادة الجلوتين اللي بيبقى في الدقيق، والعجينة معاكي بتبقى جميلة جدا. بتسيب إيدك كده وتلاقي العجينة معاكي طرت وبتبقى عاملة زي الملبن، وبتلاقيها حتى كده لونها كده اتغير فتحت وبقت بيضة وبقت ناعمة كمان. عجن كويس بيطلع البكاكين معاكي هشة وطرية من جوه، والنتيجة بتكون مظبوطة جدا بالظبط. ركزوا في القوام العجينة، ده سر النجاح، انك تعجني العجينة كويس قوي. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا بقى، خدت قد ايه سوايل. هنبدأ نرش رشة بسيطة بس في البولة التانية كده من الزيت، ونحط العجينة بتاعتنا بقى ونسيبتها حوالي ساعة تخمر في جو دافي، لأن احنا في جو الشتاء. هنغطيها كويس قوي بغطا كويس كده ونسيبها حوالي ساعة. خدت قد ايه سوائل، خدت الكوبايتين اللبن اللي انا حطيتهم ونص كوبايه اللي انا دوبت فيها الخميره ونص كوبايه ميه تانية، يعني المجمل كله 3 كوبايات من السوائل. تمام. تعالي شوف العجينه بعد ساعه خمرت ازاي. نهبط بقى الخمر ونبدا نقرصها او نكورها كده. هرشه رشيطه رشه بسيطه من الدقيق او رشه بسيطه من الرده على الصينيه، ونكور الكوره كده. قد ايه انا كده كورتها حوالي 60 جرام. تمام، هتطلع كمية حلوة جدا. حابة بقى تكبريها تصغريها ده شيء بقى براحتك. انا عملت معايا حوالي بالظبط حوالي يعني حوالي 3 4 23 كده قرصة. حابة انت تكتري تكبري الكورة او تصغريها براحتك. هنقرص كل البكاكين بتاعتي بالشكل ده، نقرصها يعني نكورها بالشكل ده كله. تمام. وبعد ما نكورها يا بنات هنغطيها ونسيبها ترتاح. يعني ايه ترتاح؟ يعني تسيبيها حوالي ترتفع. احنا هنا عندنا في الفلاحين بنقول بنسيبها ترتفع شويه عشان لما تيجي تبططي البكونه تلاقيها تبقى رفعت معاكي ما تشدش معاكي. تمام. هوريكي دلوقتي، انا دلوقتي خلاص اهوت
كورت كل الكور معايا بالشكل ده، عملت كمية معايا حلوة قوي. هنسيبها على جنب، سبتها بالظبط كده قولي ربع ساعة تلت ساعة ترتفع. وهناخد واحدة واحدة ونبدأ بقى نفردها. رشة بسيطة جدا من الدقيق، وهناخد الكورة بتاعت كورة البكونة بتاعتنا كده ونبدأ نفردها. بنفضها من الدقيق عشان ما تتعجنش في الدقيق كده. شايفين بتتفرد معايا بكل سهولة ازاي، مش محتاجة والله نشابة ولا محتاجة اي حاجة، لان انا عجنتها صح وفي نفس الوقت سبتها ترتاح او ترتفع. بنفردها كده بالشكل ده. وممكن كمان تستغنى عن عجلة الخبيز ديت. عارفين المكنة بتاعت المخروطة يا بنات؟ ممكن تفرديها بيها، عندنا هناك في الفلاحين بيفردوها بيها، بتبقى جميلة وسهلة جدا. بالعجلة بالمكنة شايفين اهو ارتفعت بقت قد ايه. باخد كده الكورة ونبدأ ننفضها. كمان واحدة بنفردها اهي. المكنه بقى اللي بقول لكم عليها بتاعه المخروطه دي او بتاعه الشعريه اللي احنا بنعمل فيها الشعريه او المخروطه، بنحطها في الجنب بقى اللي بيفرد العيش، ما تاخدش ثواني وبتكون مخلصه. يعني لو عملت اكتر من كيلو، من 2 كيلو يعني كميه كبيره، بنعملها بالمكنه دي ما تاخدش معانا حاجه. شايفين بس السمك عامله؟ باخد الكوره كده وانفضها من الدقيق عشان ما تزعفرش. احنا عندنا بنقول ما تزعفرش او ما تصفرش كده او تحروق في الفرن. تمام. ونفردها بقى رفيعة، لا رفيعة قوي ولا سميكة قوي، عشان يبقى التسوية تطلع كده هشة وطرية من جوه، وكمان يبقى شكلها يبقى مرتب وحلو كده وجاهزة كده للتسوية. والنتيجة جميلة جدا يا بنات. هنبدأ نفرد معاكم كام واحدة كده بالشكل ده. وأنا بفرد كده البكاكين بتاعتي بكون فرشة أو فردة قماشة أو أي حاجة عندك، وتفرديها بقى القرص البكاكين كلها في ريح بعضيها بالشكل ده. خلصت كل الكمية وفردتهم على قماشة اهي، وهسيبها كمان ربع ساعة. يبقى سبتها ربع ساعة ترتفع وانا مكوراها، وربع ساعة ترتفع بعد ما شكلتها. ونبدأ بقى ندخلها على الفرن على طول. انا هنا يا بنات خابزة في الفرن الغاز، لو انت هتعمليه في البوتاجاز يبقى على اعلى درجة حرارة من فوق ومن تحت، وتولعي الشواية. واول ما ترتفع شايفين البكاكين كلها منفوخة ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. اهم حاجه هنا النار معاكي تكون عاليه ما تكونش واطيه، عشان البكاكين تستوي ما تنشفش منك وتاخد كده لون دهب ويبقى حلو من بره، تبقى جميله جدا وما تنشفش منك. ركزوا التسويه حلوه جدا، هتخلي البكاكين معاكي طريه ولذيذه لما تعللها النار وتحمر من فوق ومن تحت بالشكل ده. التسويه يا بنات اهي. ولو انت هتعمليها فرن غاز زي ما قلت لك على اعلى درجه حراره، وولعي الشوايه عشان تاخد معاكي من فوق ومن تحت. العيش او البكاكين او القرص عامه كلها بتبقى عايزه نار عاليه عشان تبقى مستويه وتتنفخ كده كلها كده. ما شاء الله. هنطلع كله بالشكل ده. طريقتها بسيطه والمقادير بسيطه جدا. شايفين؟ هسيبها تتفرد كده وتتهوى كده، ما نحطهاش فوق بعضيها. طبعا لما بطلعها من الفرن بحطها جنبي بعضيها زي ما قلت لكم، ما تحطهاش فوق بعضيها. شايفين البكاكين طالعه عامله ازاي؟ لونها ذهبي وجميله وطريه من جوه وريحتها حاجه تخطف القلب. بصراحه النتيجه فوق الوصف. تنفع بقى لسحور رمضان، تنفع لاي عزومه تكون عندك. السر كله في العجينه والقوام المظبوط والتسويه الصح. ما شاء الله. شايفين؟ انتوا متعودين مني دايما بكتب المقادير في صندوق الوصف بالجرام والكوبايه، زي حبايبي المتعودين مني دايما. مش بقى لايك وشير وكومنت حلو منكم كده. اشوفكم على خير. سلام عليكم.